السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أشكركم على هذا الدعم، ونتمنى الدعم الأكثر حتى نصل إلى 1000 مشترك بإذن الله تبارك وتعالى. واليوم يا إخوتي نحن مع آية عظيمة، يقول الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. ثم قال: ورجل اعتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. فمتى يكون الاعتزال مستحبا؟ ومتى يكون الفرار إلى الله أمرا مطلوبا؟ إن لم يكن هروبا من المسؤولية، وإن خفت على نفسك ما عدت تأمن على نفسك ولا أن تحتاط لدينك وخشيت من شرار الناس، فالاعتزال هنا مستحبا. هؤلاء أصحاب الكهف عندما اعتزلوا قومهم، فما الذي حصل؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. ماذا يحصل؟ تأتي الهبات من الله والرحمات. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إبراهيم عليه السلام عندما اعتزل أباه وقومه شرار الناس قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اعتزلهم ليدعو الله وحده ويعبد الله وحده، فما الذي حصل؟ جاءته الهبة من الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. ما الذي وهب له؟ إسحاق ويعقوب فقط. وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يوسف عليه السلام عندما اعتزل النساء اللواتي أردن فعل الفاحشة معه قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أريد أن أفر منهم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهب الله تعالى له حكما وجعله عزيز مصر. موسى عليه السلام الذي فر من قومه شرار الناس وفر من فرعون فقال: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما اعتزل قومه وأقاربه والمدينة التي هي أحب البقاع إلى الله وإليه، وهب الله تعالى له حكما وصار عنده أتباعا. هذا هو فضل الاعتزال عن شرار الناس. إن لم يكن هروبا من المسؤولية، الأصل أن تصبر وتحتسب وتدعو الناس إلى الله. لكن إن خفت على دينك ولم تأمن السقوط في الفتنة فاعتزلهم، فإن الاعتزال هنا مستحبا. وقد يكون الاعتزال عن أقارب الناس من أجل ماذا؟ من أجل أن هناك طلبا تريد أن تطلبه من الله فتختلي بالله عز وجل. زكريا عليه السلام اختلى بالله في المحراب. هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة. مريم عليه السلام عندما اعتزلت أهلها أرسل الله تعالى لها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك. ليش؟ لماذا؟ أنت التي اعتزلت أرسل الله تعالى لك ملكا. لماذا؟ لأهب لك غلاما زكيا. فوهب لها عيسى عليه السلام. هذا هو فضل الاعتزال في بعض الأوقات. ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسونا من نشر هذه القناة حتى نصل إلى 1000 مشترك بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.